السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا والله فيكم جميعا، يا هلا بكم اخواني. جيتكم اليوم في انبوكسنج بسيط جدا ورائع بنفس الوقت، وما حبيت اني افك الصندوق الحالي، فقلت اشارككم هذه اللحظة، لان كل هذا بفضل الله سبحانه عز وجل، ثم بفضلكم. واشكر الله كثيرا، ثم اشكركم كاخوان لي قبل ان تكونوا متابعين وداعمين لهذه القناة. قبل لا ابدا، بخصوص لمن يسأل عن متى رجوعي للبلاي ستيشن، لرجعة بإذن الله تعالى، لكن بعد ما ينفك الحظر من أيدي. ويلا نبدأ عشان ما نطول. طبعا مثل ما ذكرت لكم انه راح يكون انبوكسنج بسيط جدا جدا جدا، وانا اعتذر عن الاضاءة جدا سيئة. لكن مثل ما هو واضح امامكم، هذا الصندوق من الامام ابل واتش، من الخلف طبعا في معلومات خاصة راح اخفيها من تحت. المعلومات هاي خاصة، انتبهوا لحد يعني حتى لو كانت ايا كان، لو ساعة بسيطة، اي ساعة ذكية، السيريال نمبر والاشياء المعلومات الخاصة بالساعة لا تظهر للناس. عندكم المعلومات كاملة عن الساعة والمواصفات والمميزات الموجودة في الساعة هنا. في النصف موجود اللي هو نوع الساعة اللي أنا طالبه. طيب نقول بسم الله، نفتح الساعة بالشكل هذا. ممتاز. ونعتذر عن مكان التصوير، جدا أعتذر. ما شاء الله تبارك الله، هذا الشكل ينفتح معنا. ثم بعد ذلك ينفتح الصندوق بهذا الشكل. ما شاء الله تبارك الله. طبعا هنا الكتيب أول ما يظهر وياكم، كتيب الساعة وفيه المعلومات، بس ما أدري إيش بالضبط هنا، لكن ما يهمنا الكتيب هذا، يهمنا الساعة، صندوق الساعة نفسه. ما شاء الله تبارك الله. إيش السالفة؟ إيش اللي صاير؟ طيب، وهنا عندنا اللي هو سوارة الساعة، هذه السوارة. وهنا عندنا الساعة نفسها. وللأمانة جدا متحمس لفتح الصندوق، جدا جدا جدا. فنجي من هنا، لا أو من هنا، إيه، من الأسفل من فوق. طيب، نزيل اللزق. أحب للأمانة حتى اللزق أحب إني أحتفظ فيه، ما أحب إني أرميه. طيب، ثم بعد ذلك ينزل معنا بالشكل هذا. راح ينزل وياكم الطابوق نفسه، وراح تظهر وياكم الساعة. وهنا الشاحن، شاحن الساعة. ما شاء الله تبارك الله. للأمانة فيها ثقل، طبعا ما أعرف الوزن، لكن مذكورة موجودة في نفس الموقع، لعلي نكتب لكم هنا في الفيديو. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله. يا الله، يا الخوف، يا الرعب. المسكة الأولى للساعة، ماني عارف كيف إنها تنفتح الساعة، للأمانة ماني بعارف. ما شاء الله تبارك الله. طيب، بسم الله. هذه الساعة مثل ما هي واضحة أمامكم. ما شاء الله تبارك الله. هذه الساعة كاملة، مثل ما تشوفون هنا في الزر. هنا طبعا هذا الزر الجديد. خصائص الأزرار والأمور هذه موجودة داخل الموقع، للأمانة ما ودي أتفلسف. هذا هو تاج الساعة طبعا. فنجي الآن للشاحن. طبعا الشاحن لاسلكي، الشاحن لاسلكي موجود ويانا، هذا هو. طيب، اوكي، طريقة ازالته يعني نشيله من هنا، نقطع هذا ولا ايش؟ اوكي تمام. هذا الشاحن، وهذا الشيء اللي للأمانة جاز لي في ساعة أبل، إنه الشاحن فيه لاسلكي. ما شاء الله تبارك الله. طبعا بهذه الطريقة
يكون يشبك معنا أو يشحن معنا، مثل ما تشوفون إنه ما يسقط ويانا يعني، لكن لو بهزه كذا إنه راح يسقط معانا. طيب، بس عشان ما نطيل عليكم في الموضوع أو في المقطع، نبي نفك معنا السوارة. طيب نفك سوارة الساعة. راح يفتح معنا بهالطريقة هذه، وراح تظهر معنا السوارة. يعني للأمانة خامات خامات الحاجات اللي تسويها أبل يعني جدا من دون تطبيل للأمانة، شيء خرافي. طبعا أنا طلبت هذا اللون بخصوص إني أنا عسكري فطلبت هذا اللون. كنت أبي لون مقارب للبدلة، لكن هذا اللي أنا حصلت، وللأمانة جاز لي جدا اللون أشوفه بالنسبة لي خرافي، وكل وذوقه. طبعا مثل ما هو واضح أمامكم، هذا هو السوارة معنا. وطبعا طريقة التركيب جدا سهلة في الساعة، بهذه الطريقة، أو أنا عكست ليكون عاكس. طبعا بالطريقة هذه راح تركب معنا الساعة مثل ما هو واضح معكم. طبعا الآن الساعة تطلب اللي هو، طبعا قفل معي الفيديو وأنا قاعد أشرح بسبب إنه سوى اقتران مع الجهاز، فعلى طول قفل الفيديو معي. فمثل ما تشوفون الآن أمامكم هذه الساعة، وللأمانة شيء جدا 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 روعة لأبعد حد. ملمس الساعة على الخامة اللي هي أشوفها أمامي. طبعا هذه الساعة، طبعا هذا حجم الميديم، لو داري طرت الصغير أفضل لي. للأمانة ترى أول مرة ألبس الساعة، أول مرة. طبعا هذا حجم 49، إيه حجم 49، ما شاء الله تبارك الله. طبعا حجمه يعتبر كبير على يدي ما هي بضخمة، فاليد ضخمة مناسبة، تكون مناسبة للساعة. وتعتبر طبعا الساعة مميزاتها كثيرة جدا ولها مميزات، لكن أنا ما راح أذكرها هنا في يعني في الفيديو هذا، لأنه كثيرين اللي شرحوا عن الساعة هذه وتكلموا عن الساعة. فأنا كل ما عندي اليوم بس قلت إني أذكر لكم، أصور لكم اللي هو فيديو الانبوكسنج للساعة، لا أكثر ولا أقل. عموما إلى هنا وصلت نهاية هذا الفيديو. لا تنسون أخوكم سالم من الدعم، وفي أمان الله.